مش فكرة قداش كان ياخذ روجيه لومير في التجربة التونسية؟ ما عندكش فكرة مروان؟ الحقيقة نسيت. ما تنساش انه الوقت معناها هذاك فترة روجيه لومير راهي كانت فترة مطولة، ممكن من أكثر المدربين الفترات. اللي الصخرة. ثبتوا في راهو تونس. باشر مهامه في 2002، اه غادر مهامه في 2008. اه 6 6 سنوات ما على كان رأس. سهل، ما كان سهل. دونك اكيد لا، في 6 سنوات لا نحب نقولوا انه اكيد حتى الاجر نتاعو تغير. ما نظنش كان نفس الاجر سنة تصاعدي. 2002 هو نفسه اللي كان يتقاضى فيه سنة 2007 او 2008. دونك نتصور طبيعي انه تغير وممكن حتى تضاعف. واضح، لكن وقتها كان ثم جرأة الحقيقة انك تجيب مدرب متوج بال خلينا نكون يعني صريحين، من اكبر بطولة العالم كمدرب مساعد اكبر الاسماء اللي دخلت لتونس بكل صراحه. راهو كي جبته عامين التالي، عامين التالي هو جاي 2002 وهو لعب المونديال 2002 مع المنتخب الفرنسي. معناها انت جبت مدرب كان موجود بضعه اشهر التالي كان على راس بطل العالم. هو ما مشاش الامور معاه في كوريا الجنوبيه واليابان وقتها. حاجات اخرى الا حاجات تنجم. اما قبلها هز يورو وقبلها كاس اوروبا كان مدرب مساعد لإيمي جاكي في 98 وكان يظهر مدرب منتخب عسكري، يظهر لي كان مدرب المنتخب العسكري في فرنسا. دونك هالجرأة هذيك شبيهة تنفات اليوم، معناتها شبيهة نحات. احنا ديما نقولوا حتى في العهد هذاك فما فشل معناتها ابار روجيرا وقبلها ولا بعد. فما برشا مدربين فشلوا، جملهم سواء توانسه ولا اجانب معناتها. اما ديما نقعدوا نحكيو كان على البهي احنا 78 قبلها برشا فشل برشا وبعدها برشا فشل، لكن ديما نقعدوا نحكيو على الجيد وعلى الباهي. تنسى زاد من الاول كان التاسيس، معناها هيك الفترة نتاع الستينات اي تأسيس، كان التأسيس معناها الفترة الجديدة بعد وقت نخطيو في خطواتنا الأولى في الرياضة بصفة عامة وحتى في كرة القدم وحتى أول مشاركات تونسية في الأولمبياد وفي المسابقات الإفريقية والعالمية. معناها بشوي بشوي وقتها كان فترة تأسيس، معناها ما كانتش فترة الحصد. جات التتويج، مش تتويج، جاء النجاح الأول بلوتو في 78. مشينا لكأس افريقيا ساعة غانا 78 بعد غياب 13 سنة على الكأس الافريقية، ومشينا المونديال كأول مشاركة، أول مشاركة، وحققنا أول انتصار للكرة الإفريقية والعربية. وداير من 82 ولاو فما زوز منتخبات إفريقية تشارك في كأس العالم بفضل انتصار تونس. ثم من بعد السنوات الثمانينات كانت معناها ترافيرسي دو ديزير بالنسبه للكره التونسيه. سنوات الثمانينات ما كانش فما نجاحات تذكر. فما مشاركه محتشمه في كان 82 في ليبيا، كان اللي عملها معمر القذافي معناها لغايات سياسيه اكثر منها رياضيه. ولي معناها بالنزوات باش بور بروموفوار النظام نتاع الجماهيريه في العالم وكذا واستقطاب ومزج السياسه بالرياضه. شاركت فيها تونس مع مدرب اجنبي اذا كان ما خانتنيش الذاكره، وغادرنا من الدور الاول وثم عاودنا رجعنا للكان. كان في 94 راهو غبنا 12 سنه على الكان اللي هو رقم مرتفع جدا، وفيها مشاركه في اولمبياد سيول 88 في كره القدم. لكن فماش حاجه كبيره تذكر معناها في السنوات الثمانينات لان نجمنا نشاركوا في الليكان، وطبيعي ان كنا زادا ننسحبوا من ادوار التصفيات للمونديالات. دونك من بعد النجاح عرفناه وبدينا الحصاد على مستوى كرة القدم مع كاسبرجاك بكل صراحة. من غادي يبدا نجم نقولوا بعد 78 أول نجاح للكرة التونسية مع كاسبرجاك. كان 96 نهائي ومسيرة متميزة، وكنا حتى نجم نفوزوا باللقب. ملحمة تاريخية، ومن ثم العودة لكأس العالم بعد 20 سنة راهو ما تنجمش تستهين بها في الوقت ذاك. وحتى اللي يتذكر مليح المردود نتاع المنتخب في كأس العالم، أكيد صارت فما أخطاء وممكن فما حاجات كانت تنجم تتراجع، لكن المنتخب قدم مردود محترم جدا. ويفو با اوبلي انه طحنا في مجموعة من أصعب المجموعات اللي طاحت فيها تونس في كأس العالم. راك عندك انجلترا ورومانيا وكولومبيا، معناها على الورق ثلاثة أفضل منك بأشواط، خاصة الفترة هذيك بالذات يعني كانوا خير برشا من تونس. معناها تو بار اكزومبل البول الأخرى عندنا أستراليا سور لو بابي احنا خير منها طبعا. اللي قبلها عندنا بنما سور لو بابي احنا خير منها برشا. 2006 السعودية سور لو بابي احنا خير منها. في 98 سور لو بابي ثلاثة خير منك برشا. دونك
احنا عملنا نقطة واحدة عملنا نقطة ضد رومانيا ضد رومانيا في المباراة الثالثة. الواحد واحد. هي 98 تشبه للقرن